صدق بالله. لا اله الا الله. انا اتفرجت على الاهلي والزمالك دولت بجميع النواحي. ازاي مش ما فاهم؟ فيش والله العظيم. انا اتفرجت على الاهلي كده واتفرجت على الزمالك واقول لك انا عامل كده ما ينفعش. اتفرجت على الزمالك وانا عامل كده ما فيش فايده. اتفرجت عليه وانا عامل كده برضه ما فيش فايده. يبقى انا نطفش من بيتي ولا ما نطفش من بيتي؟ ما هم ربنا جعلهم لنا البلوتين ده، هم البلوتين، بلوه الاهلي وبلوه الزمالك. ماشي، هم ربنا جعلهم لنا وقف الحال، ما هو هيحرقوا دمنا. والله 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 ماتش الاهلي مع الداخليه والله خساره فيهم انهم نقول لك يا اخي نوكلوهم وشربوهم كمان. والله خساره فيهم المرتب اللي بياخدوه. والله ده بالنسبه يا لمين؟ كابتن الاهلي يا عم الاهلي. ايوه يا كابتن سالم، الداخليه يا كابتن سالم والله. ماشي. وبتوع الداخليه رجاله، العيال اللي عندهم روح وعزيمه ان هم يفوزوا. 10 لعيبه تقريبا، مطرود واحد. يا كابتن سالم انت لو في معركه وخمسه وقدامك 20 واحد هتضربهم، لو انت عندك الشجاعه وعندك روح وعندك عزيمه هتضربهم. انما الداخليه عندها روح وعزيمه وقوه وناس غلابه برضه ما بياخدوش. يابا انت في تعالى تشوف الداخليه بياخد 17000 جنيه في الشهر. تعالى شوف لاعب الزمالك بياخد قد ايه في الشهر. بياخد 10 مليون في الشهر ما بياخدش. بياخد. طيب الفرق بين 17000 وشوف فرق دي قد ايه. ويفوزوا عليهم وهم مستريحين. يابا عندك واحد زي قفشه دي في الاهلي. ماله؟ هو جاب جون. هو جاب جون بقى خلاص. بقى الكره مسحوره، او هو خلاص بقى يعني هو ايه الساحر بتاع الكوره. وعلى فكره لسه هتكلم على السحر والسعوجه، لان سمعت برضه بيقول لك ايه السحر وايه؟ السحر اللي بيقول عليه السحر والسعوجه. بروح المشايخ يعني ايوه ايوه دجالين. ايوه الدجالين بيقول لك بيجيبوا العمل ولا بيقول دي الفرخه ولا دماغ فرخه بحطوه تحت العارضه، ولا بيجيبوا يحطوها في ازازه ميه. والله ما اعرف الخيبه اللي هم بيقولوا عليها ديت ازاي يعني. احنا دي هنبقى نتكلموا عنها في موضوع لوحده. ماشي، انا ما اعرفش الكوره اللي فيها كده. ماشي، لا بيقولوا فيه، واحد بيقول فيه الله اعلم ورسوله. بس نتكلموا على بس زي يكون في مثلا نجيب يروح يقول لك لواحد دجال يقول لك انا عايز اعمل عمل عشان ادخل جون او فرقتي تكسب. ازاي يعني؟ يبقى استعدى برضه على ربنا. ما فيش الكلام ده خالص. بس في تخلف، في تخلف وجهل في الحياه دي برضه. ماشي. ثانيا الكابتن مرتضى منصور انت راجل ومن الرجال منك قليل وانت اسد. وخلي بالك يا كابتن مرتضى ماشي، اللي هو تملي الناس بتتكلم عليه وعامله كده يبقى واخد وضعه ولا احترامه ولا التقدير وانشال على الدماغ. لان الراجل لو في واحد مش زيك كده محدش بيتكلم عليك ولا انت معروف ولا انت مسموع. وشده وتزول. واحنا كلنا معاك وجماهير الزمالك معاك. بس والله الجماهير انحرق دمها يا كابتن مرتضى. خلاص جماهير كده ساحت دماغها ساحت كله يعني كده في الباي باي. وربنا يقومك منها على خير وان شاء الله انت اسد وانت رايق. يقوموا منها على خير ايه؟ هو تعبان. لا انا سمحت له مسجون هو. يقول لك داخل السجن ما اعرفش والله بريان داخل السجن. بس ان شاء الله ربنا ايه يقومه بينا بالسلامه.